السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، تعود عليكم الأيام بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة اقتصادية جميلة جدا، مكونات أقل من اللي احنا متعودين عليها، بس النتيجة بإذن الله هتطلع مرضية وزي اللي احنا متعودين عليها بالمكونات الكاملة. بما ان الأسعار بقت غالية في أغلب الأصناف، فبنحاول ان احنا نشوف بدايل أو بنقلل المكونات بتاعتنا شوية. احنا ممكن نعملها كيكة من غير بيض نهائي، بس احنا برضو عايزينها تبقى اقتصادية بس في نفس الوقت يبقى فيها غذاء لينا ولولادنا. معانا حبتين من البيض، معلقة كبيرة من بشر البرتقال. هنضربهم مع بعض لمدة 3 دقايق يتجانسوا مع بعض، وممكن نضربهم في الخلاط عادي، بس احنا عايزين البشر بتاع البرتقال يبقى ظاهر معانا. هنستغنى عن الفانيليا كنوع من نوع التوفير. هننزل بربع كوباية من الزيت. هنضرب الخليط بتاعنا لحد ما يتجانس مع بعضه كويس. لو حابة تضربي بمضرب يدوي زي ما انا بعمل كده، او هتضربيه في الخلاط، او هتعملي مضرب كهرباء، او هتضربي الكيكاية بتاعتك بايدك عادي، النتيجة بتبقى واحدة. بعد كده هننزل بكوباية ونص من السكر، وهنبدأ نضرب الخليط بتاعنا مدة 5 دقايق. طبعا السكر بتاعنا مش هيدوب لان مفيش سائل كفاية علشان يدوبه، فاحنا بنقلب المكونات تتجانس مع بعض شوية. بعد كده هننزل معانا بكوبايتين من عصير البرتقال، من كوبايتين لكوبايتين ونص حسب نوع الدقيق بتاعك. ولو حابة تستبدلي عصير البرتقال بلبن او فانتا برتقال، ده حسب الموجود عندك او حسب الرغبة، حسب اللي ولادك بيحبوه. لكن انا فضلت البرتقال بما اننا في موسم البرتقال موجود معانا متوفر، واقل تكلفة من اللبن والفانتا. وكمان البرتقال بيدي نكهة جميلة جدا للكيكة او البسكوت البرتقال او بسبوسة، يعني بعض الحلويات بيدي نكهة جميلة جدا، فانا فضلت ان انا اعملها بالبرتقال كامل. هنضرب بقى الخليط بتاعنا كويس لحد السكر ما يدوب نهائي، وممكن نضربه عادي في الخلاط لو احنا حابين ان احنا نسعف في الوقت شوية. هننزل بقى بأربع كوبايات من الدقيق، نفس الكوباية اللي عايرنا بيها السكر والعصير البرتقال. هننزل بالدقيق بتاعنا بالتدريج. معانا ورقة من البيكنج باودر، الورقة دي بتعادل معلقة كبيرة. معانا كمان نص معلقة صغيرة من الكربوناتو. طبعا الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم بتعادل قلة البيض وقلة البيكنج باودر، فهنحط نص معلقة صغيرة، مش هنكتر منها علشان ما تبوظش الكيكة بتاعتنا. هنبدأ نضرب او هنقلب المكونات بتاعتنا لحد ما تتجانس. طبعا احنا عارفين ساعة ما بنحط الدقيق يدوبك بنلم العجينة بتاعتنا، ما بنضربش كتير بعد ما حطينا الدقيق علشان ما نخرجش الهواء اللي فيها. واحنا عارفين ساعة ما بتحط الدقيق على خليط الكيكاية بتاعتنا فبنضرب يدوي او بالمضرب الكهرباء، ما بنضربش في الخلاط. طبعا انا حطيت في الاول كوبايتين، فلقيت الخليط بتاعي تقيل شوية، فحطيت كمان نص كوباية من العصير. بعد ما ضربنا الكيكاية بتاعتنا وخلاص بقى خلصناها، هننزل بمعلقتين كبار من الخل، يدوبك هنقلبهم تقليبة سريعة في الخليط بتاعنا. الخل الابيض بيدي هشاشة للكيكاية بتاعتنا وطراوة جميلة جدا، وما بيتحطش غير في الاخر بعد ما نكون خلصنا ضرب الكيكة. بنحط معلقة او 2 حسب كمية الخليط اللي انتي عاملاه. في الوقت ده طبعا بنكون مجهزين الفرن بتاعنا، نشغل الفرن
لمدة ربع ساعة على درجة حرارة عالية، وبعد كده نظبطه لما ندخل بالكيكاية بتاعتنا. يعني مينفعش ندخل بالكيكة بتاعتنا في فرن بارد. احنا خلصنا بقى الخليط بتاعنا، بنجيب صينية ندهنها زيت او سمنة، وبنغلفها بالدقيق، وبننزل بخليط الكيكة بتاعتنا، وبعد كده هندخلها الفرن لمدة نص ساعة من 30 ل40 دقيقة. الفرن بيبقى سخن جامد، بنشغله الأول من أول ما نبدأ نعمل في الكيكاية بتاعتنا، وقبل منها كمان بنشغل الفرن بتاعنا لمدة ربع ساعة. وبعد كده بندخل الكيكاية بتاعتنا ونهدي أو يعني بنظبط الحرارة بتاعتنا علشان ما تبقاش عالية قوي وتتلسع مني، أو تبقى النار هادية قوي، تبقى النار بتاعتي متوسطة، بس لازم يبقى الفرن سخن مسبقا. هنشغلها بقى الفرن من 30 ل40 دقيقة، هتطلع معايا جميلة بالمنظر دوت. اول ما تطلع من الفرن وهي لسه سخنة، هبدأ ازينها بقى بأي حاجة موجودة عندي، ولو حابين ان احنا نسيبها سادة كده عادي، بس انا حبيت اعمل لها كتغيير او حاجة كده فريحي كده لو عندك اطفال صغيرين. هنديها رشة جوز هند وفرماسيه. اهم حاجة تبقى لسه طالعة من الفرن، بتبقى لسه سخنة، فالرش اللي انت بترشيه او التزيين دوت بيمسك في المسام بتاعتها وهي لسه سخنة. لكن لو سبتيها بردت ورشيتي التزيينة بتاعتك دي فبينزل منها. طالعة بقى الكيكاية بتاعتي شكلها جميل جدا، وكمان الارتفاع بتاعها جميل وهشة زي ما انتوا شايفين كده، واللون بتاعها من فوق من تحت صراحة رائع جدا. يعني طالعة زي ما اكون حاطه لها 5 بيضات، وحاطه بيكنج باودر زيادة وفانيليا، والريحة كمان يعني ريحة البرتقال صراحة نفاذة وجميلة جدا، يعني بنص الكلفة بتاعة البيض وفيش فانيليا، بحبتين برتقال وبيضتين عملنا اجمل صينية كيكة مقاس كبير وجميلة جدا. تنفع في الفطار او العشاء، تنفع مع كوباية شاي، كوباية شاي بلبن، كوباية لبن، اي حاجة انتي حباها. تنفع كده لوحدها لو عندك اطفال او اي حد كبير عادي، كنوع فطار او كعشاء خفيف. اتمنى الفكرة تعجبكم، اتمنى اكون افدتكم، ونتقابلوا في وصفة جديدة، والسلام عليكم.